ماذا ينقص أنس زنيتي حتى لا يكون مع النخبة المغربية؟ وبالتالي أن رضوان جيد حقيقة لم يكن جيدا بالمسارة التحكيمية. رئيس الرجاء الرياضي مع الحكماء، أنا أعتقد أنه تأخر كثيرا، لأن الرجل أدرك بأنه فاشل منذ البداية، وخاصة الإلترا الوينرز بقرارها الحكيم. قرار المقاطعة لهذه المقابلة كان قرارا حكيما. رضوان جيد لم يكن موفقا في هذا القرارين، من بينها عقد مصالحة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. الأستاذ محمد الماغودي يدلي بدلوه في أحداث مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد، ويحسم الجدل حول مستوى الحكم رضوان جيد، ويتهم رئيس الرجاء عزيز البدراوي بالفشل في تسيير فريق كبير، ويحمله مسؤولية الأوضاع المشحونة وسط جماهير الفريق. قبل البداية المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق محفز. نمشيو نبداو بمباراة الوداد والرجاء باعتبارني ختمت مع أستاذ محمد الميغودي. أستاذ محمد الميغودي، ديربي الحقيقة زاد في شحن الأجواء كانت مشحونة، زادت بعد ديربي الوداد والرجاء، الأمور كانت جيدة، كانت ماشية نسبيا في إطار معين. الآن الأمور الحقيقة خرجت عن السيطرة إن صح التعبير، الأجواء مشحونة. هناك من يرى أن الحكم رضوان جيد ساهم ممكن في هذا الأمر، باعتبار التحكيم رضوان جيد كان تحكيم نسبيا متشنج، والحكم كان على أعصابه، والمباراة لم تكن سهلة بالمرة. وهناك من يرى العكس. الحقيقة حرب البلاغات تواصلت خاصة من جانب الرجاء. الآن الرجاء الذي هدد حتى بالانسحاب من الدوري، هدد بإكمال بقية المباريات بالشبان، يعني تقريبا كان يهدد بأشياء ممكن كان تقلق راحة المكتب الجامعي الحالي. الحقيقة الأمور زادت تعكرت والأجواء زادت في التشنج. أستاذ محمد الميغودي، والله عزيزي، أنا لا أعتقد أن الأمر بهذه الدرجة وبهذا الحجم. أولا لابد من أن أحيي عاليا جمهور الوداد الرياضي وخاصة الإلترا الوينرز بقرارها الحكيم. قرار المقاطعة لهذه المقابلة كان قرارا حكيما وغاية في التفكير العقلاني، لأن الأمر قبل هذا اللقاء فعلا كان مشحونا، وأعتقد أن الوينرز بتشاور فيما بينها أن اتخذت القرار المناسب والحكيم. داخل اللقاء أنا في البداية يعني أحيي أيضا جمهور الرجاء الرياضي على ذلك الإبداع، كان ممتعا وكان حاضرا بقوة، وكان حاضرا أيضا حتى على مستوى رسائله. داخل اللقاء أنا شخصيا أقول، ومن خلال تشاوري واستشارتي مع مجموعة من الحكام، وبالمناسبة كنت أتابع هذا اللقاء إلى جانب عضو جامعي، وهو أيضا كان في تشاور مع مجموعة من الحكام، أعتقد أن الكل أشاد بالحكم رضوان جيد. من خلال الحكام الذي استشرنا معهم، ولي التذكير فقط بين قوسين، الماغودي لا يعطي نهائيا تقييمه من الحكام، ولا يعطي تقييمه من الجانب التقني. أنا أعتبر أن هذين النطاقين أكثر من مستوى محمد ماغودي، وبالتالي أنا أعتمد على مبدأ الاستشارة. الذين استشرت معهم كانوا أيضا أشادوا بالحكم رضوان جيد، فحتى الذين اختلفوا معه من خارج المغرب اختلفوا معه في قرارين، وليس فيما سماه جمهور الرجاء الرياضي بالمسارة التحكيمية. اختلفوا معه في قرارين فقط، قرار عطية الله وقرار أيضا الجعدي. وأعتقد أن الحكام الذي كانوا في الفار وهم حكام دوليين شرحوا ذلك بالتفصيل الممل وبالتدقيق الممل، وتبين بأن الحكام كانوا في قرار سليم في هذه المواضيع. هناك من قال بأن صحيح أن رضوان جيد لم يكن موفقا في هذا القرارين، ولكن هل هذه القرارات هي التي أخرجت الرجاء من هذا اللقاء؟ هل هذه القرارات هي التي أخرجت الرجاء من التنافس على لقب البطولة الوطنية؟ دعونا نفكر بصوت عالي وبكل حرية وبكل أيضا بكل عقلانية. حتى في لقاء الفتح الرباطي هل كان هناك رضوان جيد؟ أنا أعتقد أن في لقاء الوداد الرياضي أن الرجاء الرياضي هو من ضيع اللقاء، هو من ضيع كل المقابلة. الكثير من الفرص بتهور، الكثير من الفرص بالشكل الغريب ضاعت، كما ضاعت طبعا من الوداد في بداية اللقاء. قبل اللقاء كان هناك لقاء بين اللاعبين والرئيس أخبرهم بأنه لا يمكن، أن هناك أزمة مالية ولا يمكن أيضا تسليمهم حقوقهم المالية. أستاذ، الضغوطات التي تمارس الآن على لاعبي فريق الرجاء الرياضي من الجمهور أيضا قوية وقوية جدا. أنا أعتقد بأن الأمر لا يتعلق نهائيا
برضوان جيد بقدر ما يتعلق بالوضع الداخلي لفريق الرجاء الرياضي. هو حتى لا تمر الامور هكذا، حتى نكونوا في نقاش عادي، يعني نقاش سلس. يعني انا اعطيني حقي في الاخير، اعطيني حقي. نضيع 10 فرص، نضيع 50 فرصه، نضيع 100 فرصه. انا تحدثت حتى مع ربيع والجميع تاكدنا انه الرجاء هو من اضاع المباراه باعتبار اضاع فرص سهله، ولكن في الاخير اعطيني حقي، نضيع 15 فرصه 20 فرصه، هذا امر يتعلق به. وحتى مباراه الفتح ممكن عندها تاويل، يعني لو الرجاء فاز على الوداد في تلك المباراة، أنا لا أتوقع أن الرجاء سيكون بتلك الصورة، خاصة في الدقائق الأولى أمام فتح الرباطي، لأنه مباراة تعرف مباراة ديربي يكون لها تأثير مهما كان في مباراة التي تليها مباشرة وبعد أيام قليلة. الحقيقة يعني هذا تفسير لا أكثر ولا أقل، هذا تفسير حتى لا تمر الأمور كأنها يعني الأمور مسلمة. نرجع مع الأستاذ محمد المغودي باعتبار تحدثنا مع الرجاء قبل أن أغلق قوس مباراة الأهلي والرجاء. أستاذ محمد المغودي، نعرف أيضا أن لجنة الحكماء بالنسبة للرجاء المغربي كانت قامت باجتماع في الفترة الأخيرة، وطالبت أيضا بالاجتماع مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لكجعة. حسب رأيك إلى أين يمكن أن تذهب الأمور؟ ما هي القرارات التي من المنتظر أن يتم اتخاذها في الأيام القادمة من الجانبين، سواء من جانب الرجاء أو حتى من جانب الاتحاد المغربي؟ لأنه الحقيقة أيضا صحيح أن الأمور لن تتطور كثيرا، ولكن تعرف جيدا أن كرة القدم المغربية خاصة على المستوى الدولي تعيش في أزهى فتراتها في الفترة الحالية. وأعتقد أن المكتب الجامعي يريد دائما أن يلملم الأمور، ليس من مصلحته يعني أن تصير شوشرة بسيطة في هذه الأجواء الرائعة بالنسبة لكرة القدم المغربية، سواء على المستوى المنتخب أو على المستوى التنظيمي. والله عزيزي دعني في البداية أعطي بعض الملاحظات لو سمحت. أنا شخصيا الخبير التونسي أسعدني كثيرا، لأنه وقف على خطأ واحد حتى ولو سلمنا هو خبير سوري حتى تكون الخبير السوري لقنوات الكأس الرياضية، هو حكم دولي سوري. الخبير السوري صحيح الخبير السوري لقناة الكأس العربية ولبرنامج الكرة العربية أسعدني كثيرا، لأنه وقف عند خطأ واحد حتى ولو سلمنا بأنه خطأ، فهي مسؤولية الفار وليست مسؤولية رضوان جيد. ولكن الإخوان في الفار شرحوا لذلك بالتفصيل، قالوا بأن هذه اللقطة يغيب فيها ما يسمى بالقوة الزائدة، والقوة الزائدة هي التي تستحق الورقة الحمراء، وبالتالي أن رضوان جيد حقيقة لم يكن جيدا بل كان ممتازا بناء على تقدير الخبير السوري. فيما يخص لقاء رئيس الرجاء الرياضي مع الحكماء، أنا أعتقد أنه تأخر كثيرا، لأن الرجل أدرك بأنه فاشل منذ البداية، وكان عليه أن يعقد هذا اللقاء منذ زمن بعيد مع حكماء الرجاء الرياضي. وحينما نقول حكماء الرجاء الرياضي نقول حكماء كرة القدم الوطنية، لأنهم حكموا كرة القدم الوطنية لسنوات ويعرفون تفاصيلها. وبالتالي أن كان من بين هذه الخلاصات، ليس خلاصة واحدة، كانت هناك عدة خلاصات، من بينها عقد مصالحة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وصدقني عزيزي هيك أقول هو بكل صدق أن رئيس الاتحاد المغربي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لن يدخر أي جهد في مساعدة فريق الرجاء الرياضي أو أي فريق مغربي آخر، لأنه يمثل الدولة ويعرف بأنه مراقب من أجهزة الدولة، وبالتالي أن الأمر لا يدخل في إطار الصراعات الشخصية إطلاقا. على جماهير الرجاء الرياضي الآن وهي مقبلة على منافسة عصبة الأبطال الإفريقية، عليها أن تطرد من داخلها ثقافة المؤامرة، وعليها أن تؤصل في اللاعبين روح المنافسة، وأن تخرج اللاعبين أيضا من هذه الروح، روح المؤامرة. لأن الآن داخل الرجاء الرياضي الكل يتكلم عن المؤامرة إلا الحكماء، ولذلك أنا أحترمهم وأقدرهم، وبالتالي أنهم عليهم أن يشتغلوا، أن يعملوا جميعا مع الفريق ليعود إلى سكته الصحيحة، خاصة وأن لهم مدرب كبير ومدرب محترم ومدرب بين بالملموس في لقاء الدربي أنه من العيار الكبير. وبالتالي أن هذه الثقافة، ثقافة المؤامرات، هي التي كانت السبب الأساسي في الدمار، بالإضافة أيضا إلى الأزمة المالية. ولذلك أنا أقول رسالتي إلى حكماء الرجاء، فبالإضافة إلى روح المشاورة وروح الاقتراحات، رجاء ابحثوا عن المال، لأن اللاعبين يعيشون أزمة مالية خانقة، وبالتالي ذلك يؤثر عليهم. أزمة الرجاء ليست أزمة مغودي ولا أزمة جيد ولا أزمة لقجاع، أزمة داخلية محضة، عليهم أن يتخلصوا من ثقافة المؤامرة. المغودي نختم سؤال، وبعيدا الأستاذ محمد مغودي نعرف الإجابة متاعه دائما تكون إجابة واضحة وصريحة
وبعيدة على الوطنية، والفريقان سيشرفان المغرب وسيذهبان بعيدا، ونتمنى أن ينجحا سويا، وهذا تشريف لكرة القدم المغربية. من هو الفريق حسب رأيك الذي سيذهب بعيدا في الشامبيونز ليج؟ الوداد أو الرجاء؟ أعطيني فريق اللي تشوفه أنت مؤهل أنه يذهب بعيدا في الشامبيونز ليج الإفريقية. هما معا عزيزي هيكل. قلت لك في الأخير ما يجاوبنيش. دبلوماسي كبير. في الأخير ما جاوبنيش. في الأخير ما جاوبنيش، يعني في الأخير. هما معا. لو سمحت هيكل، لو سمحت هيكل. تفضل أستاذ. هيكل لو سمحت. ايه تعرف هذا، تعرف عنا من سنوات في برنامج الكرة العربية. هذا أول سؤال لم تجبني عنها. من سنوات الآن، كم من حلقة، مئات الحلقات، هذا أول سؤال لم تجبني عنه. ايه لا، دعني اختم معكم هذه المشاركه بسؤال بسيط جدا. هو لي الناخب الوطني وليد الركراكي، اذا كانت المردوديه هي الفيصل، هي الحاسم، هي المبتدا وهي الخبر في الاختيار للمنتخب المغربي، ماذا ينقص أنس زنيتي حتى لا يكون مع النخبه المغربيه؟ واضح. شكرا. سؤال واضح ومباشر لحارس الرجاء المغربي. في الاخير هذه تسمى دبلوماسيه على اعلى مستويات. في الاخير حارس الرجاء المغربي ان شاء الله يقع استدعائه للمنتخب المغربي، رغم انه الحقيقه انس الزنيتي من افضل الحراس على الساحه الافريقيه. انا شخصيا هو افضل حارس يلعب برجليه أكيد. في الوطن العربي وفي افريقيا. انس بروفايل حارس من طينه الكبار، لكن هو راح ضحيه تالق بونو محمدي. لا حتى كحارس ثالث. لا هو او تكناوتي. هو يقصد حتى كحارس ثالث، يعني يقصد القائمه المنتخب. ولكن بروفايل انس من بين احسن الحراس في القاره. وهو كان قريب جدا من قائمه المنتخب المغربي في كاس العالم، يعني كانت بين انس زناتي والتكناوتي الحقيقه. اذا اخواني اخواتي، كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتخلي لنا واحد اللايك وواحد التعليق، وشكرا جزيلا لكم.